السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخباركم ايه يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا مع بعض كده نشوف ايه الصينية اللي انتي عاملاها دي يا رندا. ايه الجمال ده؟ ايه المحشي اللذيذ ده؟ ايه صينية المطاعم دي؟ عايزين نعرف التكات، عايزين نعرف إيه السر اللي انتي جايه تقوله لنا اللي احنا نطلع معانا المحشي بالطريقة دي. النهارده جايه اقول لكم سر المطاعم. اللي انتي تعملي فيه المحشي ويطلع طعمه كده دايب، والطعم كده خرافة مش قادرة تقاوميه. طبعا احنا طالعين من العيد ومتوفر عندك لحمة، ده اساسي. اللي جاي اقوله لكم، اللي انتي هتعملي المحشي هتحطي رق من تحت اللحمة، وهترصي فوقيه المحشي زي ما احنا شايفين كده، اي انواع انت عايزاها هتعمليه. وبعد كده هتسقيه بالشوربة اللي انتي سلقة بيها اللحمة، نص سلقة. هتملي يا دوب ربع الحلة، مش هتغطي المحشي خالص. ودي تركية مهمة جدا عشان يطلعلك المحشي مستوي ومش مهري. تقدري تمسكيه كده ويبقى مستوي من جوه ومش مهري معاكي. ما ينفعش تملي حلة المية، حلة المحشي كلها مية او شوربة. هو ربع الحلة فقط بتمليه وتغطيه بطبق زي ما انتوا شايفين كده. ده بيخلي المية توصل لأعلى محشية فوق. طبق فيركس ده بيبقى ضد النار. ما بيتكسرش، بس لازم يطلع على حاجة باردة. هتعملي الطريقة دي بجد هتاكلي محشي رهيب، مش هتقدري تقاومي. تعالوا اوريكم كده الشكل بيبقى عامل ازاي اول ما بيطلع كده. مش قادرة اقول لكم انا شم ريحة عاملة ازاي، تحفة تحفة تحفة. جربوها الطريقة دي مش هتندموا، وهتدعولي. وان شاء الله تجربوها، وكل اللي يجربها يقولي على النتيجة عملت يعني عجبتكم ما عجبتكمش. واللي جربها قبل كده يقول لنا ايه رأيه فيها. ويا رب اكون قدمت لكم فكرة لذيذة. هي ممكن ما تكونش جديدة، بس فكرة لذيذة تقدري تطلعي بيها صينية محشي من بتاع المطاعم. عايزة منكم لايك واشتراك وتفعيل الجرس، وما تنسوش تدعموني في القناة. تعالوا بقى هنا نشوف جمال المحشي كده، شايفينه مستوي ازاي. يعني خلاص سوت حتى اللحمة، يعني هتمسكيها دايبة. اعملوا الصينية دي هتفرحوا اولادكم وهتسعدوهم، وما تبخلوش عليا بالدعم في القناة. يا رب اكون عند حسن ظنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبالهنا والشفا.